السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهاردة في حلقة جديدة بعنوان ايه فوائد الحمص المسلوق للأسنان يا دكتور؟ الحمص المسلوق بيحتوي على عناصر مفيدة جدا لصحة الأسنان واللثة. زي ايه؟ بيحتوي على مغنيسيوم، بروتين، كالسيوم. الكالسيوم زي ما احنا شايفينه حاجة أساسية معانا في حاجات كتير اتكلمنا عنها من الأكلات المفيدة للأسنان. ان هو ايه؟ بيقوي طبقه المينا بتاعت الاسنان، فبالتالي بيحمي الاسنان من الكسر والتسوس، وبيقوي العظم برضو. دي اول حاجه. تاني حاجه بعد كده، المغنيسيوم والبروتين الموجودين في الحمص المسلوق بيساعدوا على انهم بيحموا اللثه من الالتهابات والامراض. طيب حلو جدا. ايه تاني؟ برضو بيساعد ان هو بيوفر بيئه فمويه طيبه، بعيد عن مثلا عايز اقول لك الروائح الكريهه او ان يحصل تسوس او كده. فهو يعتبر كويس من الناحيه دي. وبيحافظ برضو على انه بيحمي الاسنان يعتبر من التسوس. دي يعتبر الفوائد العامه. طب ناكله في ايه يا دكتور؟ مثلا الناس اللي ما بتحبش تاكله على طول ما تكترش منه عشان بيتها بقولون. هو برضه هو الحمص المسلوق عباره عن بليله المسلوقه، يعني الناس مش واخده بالها او ما تعرفش. عايز اقول لك ايه تاني برضه. يعتبر ممكن تاخده في السلطات، ممكن انك انت مثلا تحط عليه عيش او تاكله بالميه بتاعته المسلوقه. بتبقى حاجات ايه كويسه يعني من هذا القبيل. حاول انك انت لما تبقى في حاجه، في حد مش بيحب حاجه، حتى حاجه معينه مثلا ولادك مش بيحبوها في الاكل، خلطها لهم بحاجه تاني بحيث ما ياخدوش بالهم، بحيث المكون العنصر المفيد في الاكل نفسه يدخل جسمهم من غير ما ياخدوا بالهم. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.